راجل اللي هو واضح واللي عرفته مستويات التضخم الداخلي اللي نزلت من 10.1 تقريبا في فبراير 2023 وصلت ل 0.3% في فبراير 2024. كان بفضل التدخلات الكبرى اللي قامت بها هذه الحكومه. بس يا خنوش وحنايا راه ماشي جزائريين وانت ماشي تبون باش تضحك علينا بهاد الهضره اللي كتقول. انت راهم القدور بارك علينا من هذا الشيء، هذا الوش هذا اللي كتقول. وهذا الشيء انعكس مباشره على اسعار المواد الغذائيه اللي تراجعت، كانت في نفس الفتره ديال فبراير 23 في 20%، كانت في 20% ديال الزياده، وحيث وصلت الى ناقص 0.4%، يعني تحت من الصفر، اون ديفلاسيون في فبراير 2024. وهذا كيتعلق بالاسعار ديال المواد الغذائيه. انت كتشري هذه المواد الغذائيه وكتعرف الاثمنه ديالهم كتنزل للاسواق، غادي تعرف بان داك الشيء اللي كتقولوا كله كذوب. ولكن حيت انت ما كتنزلش للاسواق، هذوك اللي دايرين بك كيكذبوا عليك وكيعطيوك ارقام كاذبه وانت كتثقهم وكتجي بحال الهبيله للبرلمان وتبدا تكذب على الناس، وراه حنا عايقين بك وحشم. وبغيت هنا المغاربه يطمئنوا على اننا غادي نبقاو حريصين على ضمان الاستقرار ديال هذه المؤشرات في السنوات. المغاربه غيطمئنوا في حاله واحده، هي انت الا مشيتي بحالك. اما من غير انك ما تمشي بحالك، المغاربه اكيد انهم ماشي مطمئنين، وداك الشيء اللي كنشوفوهم كيطلعوا للسبته وكيمشيو يلوحوا راسهم في البحر على انهم يبقاو فيك، كيتيقوا في البحر وما كيتيقوش فيك. فما تجيش تكذب علينا. غادي نجي نعطيك انا غير واحد المثال، غادي نعطيكم واحد الفيديو ديال اسبانيا، غادي تشوفوا الاثمنه ديال اللحوم، كتلقاو بان الثمن ديال اللحم كاين اللي داير 5 اورو و50، وكاين اللي داير 7 الاورو و50، وكاين اللي داير 8 الاورو. الكفته دايره 8 الاورو او 8 الاورو، يعني 80 درهم. حنا بشحال دايرين عندنا هذا الشيء؟ الكفته دايره عندنا 120 درهم، اللحم سولوميو يعني اللحم ديك اللي غير هبره داير عندنا 150 درهم. كاين عندنا اثمنه خياليه ديال اللحم، في حين كتلقى باننا حنا كنشريو ديك اللحم بعدا نيت من اسبانيا. كيمشيو يجيبوا لنا اللحم ديال اسبانيا، هما في اسبانيا عندهم كتباع بواحد الثمن اللي رخيص جدا مقارنه مع السميك ديالهم. السميك ديالهم اظن كيدير شي 950 اورو. حنايا السميك ديالنا داير 3111 درهم. 3111 درهم غادي تمشي تشري منها كيلو ديال اللحم داير 150 درهم، هو السميك ديالو 950 اورو، كيمشي يشري كيلو ديال اللحم داير 5 اورو و50. واش هذا ماشي ضحك؟ يجي اخنوش ويجي ويضحك علينا بواحد الارقام لا علاقه لها بالواقع. وشوف راه اشكاليه الناس كيعانيوا معاك وكيزيدوا يعانيوا ملي كيشوفوا هاد الكذوب، هاد الارقام الكاذبه اللي كتجي كتحط لهم، راه كيزيدوا يعانيوا. راه والله لا عيب وعار وحشومه تكون انت رئيس حكومه.